طبعا سمعت وشفت اخبار كتير عن التحديث الجديد، بس لحد دلوقتي متعرفش ايه الحاجات اللي نزلت فيه. عشان كده انا عامل فيديو النهارده عشان اقولك كل الحاجات اللي نزلت في التحديث الجديد. بس قبل ما نبدا متنساش اللايك والسبسكرايب عشان نوصل 2000 سبسكرايب في اقرب وقت. وبس كده، يلا نبدا. طبعا اول حاجه اتضافت في التحديث الجديد ان هم غيروا اشكال كل الحيوانات في ماينكرافت، مش الحيوانات الكبيره، لا، اللي هي الحيوانات الصغيره. طبعا انتوا عارفين ماينكرافت فيها حيوانات كتير، فمش هعرف اعرضها لكم كلها، فاعرض لكم جزء بسيط منها دلوقتي. تعالوا نشوف. اول حاجه اتغيرت معانا وهي الفرخه الصغيره. غيروا شكل من الشكل القديم للشكل ده، بصراحه شايف ان شكلها احسن بكتير، وضافوا لها كمان صوت جديد. وتاني شكل معانا وهي البقره الصغيره. طبعا ده الشكل الجديد احسن بكتير من الشكل القديم، وضافوا لها كمان شويه تفاصيل زي وشها اتغير وضافولها قرون فوق راسها، وبرضه ضافولها صوت جديد عن الصوت القديم. تالت شكل معانا هو الخنزير. ده برضه الشكل الجديد اتغير عن القديم اللي كان شكله تقليدي ومش حلو قوي بصراحة، فده احسن بكتير من الشكل القديم. رابع حيوان معانا هو الخروف الصغير اللي معجبش ناس كتير قوي، مع اني شايف ان هو حلو واحسن من الخروف القديم، بس هو معجبش ناس كتير مش عارف ليه بصراحة. خامس وسادس حيوان معانا هو الحمار والحصان. حتى دول اتغير اشكالهم من الاشكال القديمة للاشكال دي، بس شايف ان هو عادي بصراحة. الحيوان اللي بعد كده معانا الكلب. بصراحة شكله اتغير جامد وبقى أحسن من الشكل القديم بكتير. ومعانا بعد كده القطة الصغيرة، برضو اتغيرت من الشكل القديم للشكل ده، شايف برضو إن شكلها أحسن بكتير من الشكل القديم. وعندنا هنا برضو المعدة الصغيرة، ده الشكل الجديد أحسن بكتير وضافولها شوية تفاصيل. وكده كمان غيروا شكل الفيلاجر الصغير وبقى شكله أحسن بكتير من القديم، وشكله عاجبني بصراحة. وغيروا كمان الزومبي الصغير للشكل ده. وبس وريتكم كام حيوان في اللعبة. طبعا مش هقدر اوريكم كل الحيوانات عشان وقت الفيديو يبقى طويل جدا، بس دي اضافة واحدة من كذا اضافات التانية. تعالوا نخش في الاضافات التانية. تاني اضافة معانا وهي الوردة الذهبية. دي بتتصنع ازاي؟ بتجيب الوردة الصفراء العادية وتحوطها بالجولدن ناجت وبتطلع لك الوردة الذهبية. دي فايدتها ايه؟ بتروح تاكلها للخنزير وتوقف نموه، يعني بيفضل طول عمره صغير، ولو رجعت في كلامك وعايزه يكبر تاني تقدر تاكلها له تاني. وبس. طبعا الوردة دي متقدرش تلاقيها في العالم بتاعك، انت بتصنعها بس. صراحة شايف ان هي اضافة حلوة ومفيدة نوعا ما يعني. وضافوا كمان النيم تاج. واحد هيجي يقول لي طب ما هو كان موجود في اللعبة اصلا، هقول لك لا، انت بقيت تقدر تصنعه عن طريق ان انت بتجيب ورقة او اي ناجت، لا جولدن ناجت او ايرون او كوبر حتى، والتلاتة بيدوك نيم تاج. وطبعا شالوه من انشن سيتي والماين شافت عشان هو خلاص بقاش نادر، بقيت تقدر تصنعه. شايف انها اضافة حلوة ومفيدة بصراحة. رابع او تالت اضافة معانا مش فاكر، هي لو دخلت عند الاوبشنز بعدين الورلد اوبشن هتلاقي فوق edit game rule. هنا ضافوها وانت تقدر تغير الرولز بتاعت العالم بتاعك من حيث الموبات واللاعب والوقت وكل حاجة، مش تحتاج تخرج بره الجيم عشان تظبط الحاجات دي، بقيت تقدر تعملها من جوه الجيم على طول. خامس اضافة معانا وهي الجيم كاونتر. لو دوست على F3 بعدين F3 عند F6 هتلاقي هنا ان هم ضافوا حاجة اسمها الدي كاونت. لو دوست هنا على always وطلعت هتلاقي مبين لك فوق عدد الايام اللي انت عشتها، وبكده انت مبقتش محتاج تنزل اي مودات عشان تحسب الايام اللي انت عشتها، وبقت تظهر لك فوق على الشمال. اضافه حلوه ومفيده وخلتنا ان احنا ما نحتاجش اي مودات عشان ننزل حاجه زي كده. سادس اضافه معانا وهي الاصوات. طبعا الكل عارف البلوكه اللي بتعمل اصوات، لو حطيت تحتها اي بلوكه بتعمل صوت مختلف لكل بلوكه. شايف ان هي اضافه مش مفيده قوي، بس ممكن تدي شويه متعه للعب. وطبعا زي ما قلت لكم لكل بلوكه صوت مختلف. واخر اضافه معانا ان هم ضافوا بعض الاصوات للحيوانات، زي انهم ضافوا اصوات جديده للفرخه الصغيره وباقي الحيوانات التانية. وبس ده كده كل الاضافات اللي نزلت في التحديث الجديد. طبعا عشان تبقوا عارفين كل الاشكال بتاعت الموبات الصغيره اتغيرت، بس انا ما قدرتش اعرضها كلها. وبس دي نهايه الفيديو. متنساش اللايك والسبسكرايب عشان نوصل 2000 سبسكرايب في اقرب وقت. وبس كده، سلام.